احسن نضبطوا هذه القضيه هذه اللي قليل اللي كيعرفها، اللي هي الوضعيات الثلاثه ديال البيدال. الوضعيه الاولى سرعه بطيئه، الوضعيه الثانيه سرعه متوسطه، والوضعيه الثالثه سرعه قصوى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لهذا المحرك الصامت، بزاف الناس كيقول لك واش كيخدم في السورجي والبيكوز والروكوفروز ولا لا. هذا المحرك هذا كيخدم في جميع الاماكن، ولكن كيف ما كنعرفوا بان البيكوز كدور لعندنا، يعني كدور لهذا الاتجاه اللي كنكونوا جالسين فيه حنا، ولكن بالنسبه للسورجي او للروكوفروز كدور العكس، يعني حتى المحرك خاص المحور الدوران ديالو يكون مقلوب للعكس. هذا المشكل هذا بزاف ديال الناس اللي اما كيركب الموتور راسو وكيوحل في المشكل ديال لو سونس فين غيدور الموتور، او لا كيكون عنده الموتور مخدام مزيان وكيدور مثلا في البيكوز كيدور هكا مزيان، وكيجي كيقيس ليه شي حد هنايا وكيولي كيدور له الموتور بالعكس، وهنا كيوحل ما كيكونش عارف الطريقه كيفاش دايره. حنا اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش كنقصوا كنزيدوا السرعه، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا محور الدوران كيفاش نولي نتحكم فيه راسي، يعني بلا ما نحتاج انني نعيط لشي ميكانيسيان اولا نولي نعرف ان شاء الله نديرو راسي. نتمنى كلشي يشارك في القناه وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، لحقاش بزاف الناس كيكون عندهم مشاكل في الماكينه ديال الخياطه، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه القناه هذه الصغيره اللي يلاه باديه توصلوا انهم يحلوا بعض المشاكل البسيطه اللي كيعانيوا منها، وكاين اللي الحمد لله متبع القناه مده طويله راه المستوى ديالو تحسن بزاف ولا كيصاوب بزاف ديال الحويجات. اللي اول مره لقى القناه ديالي على اليوتيوب ما ينساش يشترك في القناه الا بانت لي قناه انها تستحق، وكنشكركم بزاف كاملين. اذا الماكينه هذا المحرك الصامت هذا كيجي بديجونكتور بحال هكا منفصل. بعض المحركات الصامته كيكون عندهم بوطونه هنا، هذيك البوطونه دغيا كتخسر، اللي هذا راه كنت قلت لكم في واحد الفيديو بان هذا الديجونكتور اللي ما عندوش يحاول يركبه، وان شاء الله غادي نديروا شي فيديو ونشوفوا فيه الطريقه كيفاش تركب هذا. اول حاجه ملي كنشعل الماكينه كتكتب واحد بي وحدها صفر، وكيبداو يدوروا هاد جوج ديال الاصفار هنا كيدوروا بحال هكا. هادو شنو كيبين لك؟ كيبين لك محور ديال الدوران. الا كانوا كيدوروا بحال هكا راه كيبينوا لك بان الموتور غيدور لعندك، كانوا كيدوروا هكا كيبين لك بان الموتور غادي يدور في الاتجاه المعاكس. اذا غادي نكسيري على الماكينه ديالي على الموتور بحال هكا. شو هذا هو البيدال. الا لاحظتوا كنظن غيكون كيبان لكم بان المحرك كيدور هكا، هكا كيدور. اذا هكا بهذه الطريقه غيخدم ليا للسورجي ولا الروكوفروس حيت كيدور هكا. انا بغيت مثلا هذا المحرك يدور لعندي باش نركبه في البيكوز، يعني بغيتو يولي يدور هكا في هذا الاتجاه هذا. شنو خصني ندير؟ خصني نطفي الماكينه، نشعل. ملي نشعل كنبرك على هذا الناقص هذه بركه مطوله، يعني نضغط ضغطه مطوله واحد 3 ثواني، وكنكسي على الموتور وكنلقاه ولا كيدور في هذا الاتجاه. لاحظ معايا كيدور هكا دابا. اذا عمليه سهله بزاف، خصوصا انا ما كنقولش لك بان كاع المحركات بنفس الطريقه، ولكن هذا المحرك هذا هذه هي الطريقه ديالو، وغادي نوريكم دابا كيفاش كتزيدوا السرعه. ولكن هذا الموضوع ديال السرعه وديال محور الدوران موضوع مهم بزاف، لحقاش كيهضروا عليه في الكتالوج ديال المحرك كيكتبوه لك هو الاول. كما قلت لكم الاهميه ديال السرعه وديال محور الدوران كيذكروهم لينا في الكتالوج ديال هذا المحرك هذا في الاول، لحقاش عندهم واحد المهمه اللي ضروريه. ما يمكنش تخدم بالمحرك في البيكوز وهو في محور دوران ديال السورجي. الطريقه ديالها سهله، واغلب المحركات راه كيعطوك يعني في الورقه ما كيخبيو عليك حتى شي حاجه، وهما ضروري الرباح عندهم انك تعرف كاع المعلومات اللي عندك هنايا، منهم اللائحه ديال الاعطاب اللي كتوقع للموتور. اذا بعد ما عرفنا الطريقه كيفاش نحولوا محور الدوران، قلنا دابا ولا كيدور على شكل بيكوز. الا بغيت نرجعو للسورجي كنطفي كنشعل، وقبل ما نكسيري بالبيدال كنورك على الناقص ضغطه مطوله مده 3 ثواني كيف قلنا. كنكسيري كنلقى المحور ديال الدوران تبدل. بالنسبه لا فيتاس يعني السرعه، من بعد ما كنحدد المحور ديال الدوران الا بغيت نزيد كنضغط ضغطه خفيفه عند بحال عندي هنا 22 23 24. شنو كتعني؟ كتعني 2600 دوره في الدقيقه، 3034. يعني هذا العدد اللي عندي هنا كنضربو في 100، والحد الاقصى اللي عندي هنايا هو 4500 دوره في الدقيقه. شوف معايا كيف يدور الموتور، كيدور بشويه ياك. شوف دابا سرعه متوسطه، سرعه قصوى. علاش في الاول ضرب شويه؟ لان البيدال عنده 3 ديال
الوضعيات، يعني 3 ديال لي بوزيسيون. الوضعيه الاولى كيمشي ببطء، الوضعيه الثانيه سرعه متوسطه، والوضعيه الثالثه هي السرعه القصوى. لاحظ معايا هنايا بطء، متوسط، السرعه القصوى. عقلوا على هذه القضيه هذه، يعني ماشي ضروري اللي مبتدئ في الخياطه شنو كيدير، كينقص السرعه، كيخليها مثلا، لاحظ معايا هنا عندنا 36 34 33، انا غنزيد نقص مثلا عندي هنايا كتهبط ليا حتى الواحد، يعني 100 دوره في دقيقه. واخا نكسري عليه الماكسيموم غيعطيني هذه السرعه البطيئه، سرعه بطيئه جدا. لهذا انا كنفضل يعني واخا تكون مبتدئ في الخياطه دير السرعه مثلا في 2600، غدير السرعه ديالك في 2600 يعني 26 تكون مكتوبه عندك هنا. ملي دير السرعه في 26 اللي هي 2600 كتورك على الكسيراتون بالرجل ديالك غير شوي بحال هكا، كتعطيك السرعه البطيئه، من بعد كتزيد الميان، من بعد السرعه القصوى. علاش وريتك هاد الطريقه هادي؟ لحقاش باش تعود على الماكينه ديالك. دابا انت خدام في واحد التريكو ولا واحد السروال، وصلتي لواحد البلاصه فيها الغلط، خاصك تتعلم انك تمشي فيها بشويه، والبلاصه اللي بلا خاصك تكسيري فيها. اما الا ولفتي تخدم بواحد السرعه اللي هي قليله والنهار اللي غادي تتعلم مزيان وغادي تزيد في السرعه دير فيها مثلا 4000، غادي تكسيري كسيراتون وحده، ما غيكونش عندك هذاك التحكم في السرعه. يعني ما غاديش تمشي مع البياسه بحال مثلا الطوموبيل كتم غادي صايك بلاصه فيها حفره بلاصه فيها قيف، يعني خصك تمشي على حساب داك التوب اللي عندك، تحكم في السرعه ديالك كيف ما بغيتي. لهذا من الاحسن نضبطوا هذه القضيه هذه اللي قليل اللي كيعرفها، اللي هي الوضعيات 3 ديال البيدال. الوضعيه الاولى سرعه بطيئه، الوضعيه الثانيه سرعه متوسطه، والوضعيه الثالثه سرعه قصوى. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون استفدتوا منه ولو القليل، والى عجبكم شاركوا في القناه، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم، واللي عنده شي جروب ديال الخياطه وهذا يشاركوا معاهم ان شاء الله، باش نزيدوا نطوروا القناه ونزيدوا حتى الماتيريال، ونحاولوا نزيدوا. حيت شحال من واحد قال لي على بالنسبه للصوت كيكون شويه قليل دابا، حيت انا قريب للتليفون الصوت كيجي مزيان، ولكن بعد باش كيكون التليفون يعني بعيد والكاميرا يعني التليفون حيت هو اللي فيه الكاميرا بطبيعه الحال كيكون بعيد، وانا كنصور على واحد المسافه ديال مثلا غير متر ونص ولا هذا، ما كيتسمعش الصوت مزيان. ان شاء الله غادي نحاول نطور هذا الشيء هذا بشويه بشويه باش توصلكم معلومه ان شاء الله في واحد الظروف اللي هي جيده، والله ييسر الامور، الله يوفقكم والله يسخر لكم. شكرا بزاف.